السلام عليكم، وش حوالكم الزينات؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير ومتهنيين يا رب العالمين. لا فيديو تاعنا اليوم راح تكون فيديو متنوعة، فيديو مليئة بالافكار كما عودتكم في كل فيديو ان شاء الله. نحاول نشارك معكم زوج وصفات طبق رئيسي، وراح نشارك معكم مملحات لي كورني هذوك اللي شفتوهم، يعني اطباق بسيطة فقط كما عودتكم بالاشياء البسيطة، يعني من الاشياء بسيطة نصنعوا حوايج ما شاء الله. نقولوا بسم الله على بركة الله. واش نحتاجو في الطبق الرئيسي تاعنا؟ راح نديرو جلبانة بالقرنون. لهنا واش نحتاجو البنات؟ نحتاجو شوية تاع الزيت، ملعقة تاع السمن، كويس طاف كويس ولا لحم، شوفي انت واش عندك يعني طيبي. ودرت ملعقة تاع فارينة، قليت الكل مع بعض وضفت لهنا البنات حوالي راس بصلة صغيرة مابيا. ضفت لهنا شويه تاع الماء باش الفارينه هذيك ما تلصقليش، وقعدت لهنا نخلط. وشي هو الدور تاع الفارينه باش تجيك لاصوص تاعك عاقده وتجيك خاتره. هذا هو السر اللي يخلي ديما لاصوص بلونش تجيك خاتره. هنا من جهه واحده اخرى حطيت القرنون تاعي بعد ما نقيته، حطيته مع شويه تاع القرص يغلي حوالي 5 دقائق فقط، ما تخليوهش يطيب خلاص حتى يولي من بعد ما يحكمش روحو. ضفت شويه ملح وشويه تاع الفلفل الكحل، هذا ما كان. وضفت الجلبانه لهنا، الحق عندي جلبانه كونجلي، انا تعجبني تجيني بنينه يعني ما هيش صامطه. حطيتها البنات تتقلى تما مع لاصوص. وجيت لهنا واش عندي طرف تاع فيونداشي، درت له شويه تاع بصل، شويه تاع البيض كما شفتوا، شويه تاع ملح، فلفل الكحل، هذا ما كان. وخلطت كل شيء مع بعضه. وجيت لهنا حبيباتي باش نحشيو القرنون تاعنا، درت له شويه تاع البيض، دهنته بشويه تاع بيض. وجيت لهنا نقفل وحده فوق وحده. هنا برك غدرني الفيونداشي معمر شحمه يا البنات. وكما نعرفوا الفيونداشي كيكون فيه بزاف الشحمه، من بعد كي يطيب راهو يتقلص الحجم تاعو. وتفيدات لي البنات الحبه الصمه ما قعدتش معمره كيما عمرتها الصمه، كي طاب تفيدات لي الحبه من داخل. انا حبيباتي هذوك الحبات تاع الفيونداشي اللي قعدوا لي درتهم بولات صغار، وحطيتهم في لاصوص. مرقت، ما تكثروش بزاف المرقه، وما ديروش الماء بارد، حاولوا ديما ديروا بالماء ساخن. وخليتها من جهه نقصت لها خلاص حتى يطيب معنا هذاك الدجاج. وجيت لهنا من جهه دهنت الحبات تاع القرنون تاعي، دهنتهم درتهم في البيض ومن بعد في الفارينه كما راكم تشوفوا في الطريقه، يعني موضحه قدامكم. وتحبوا ديروا يعني انا شاركت معكم من قبل يعني طريقه اخرى كما تحبوا. انا نعطيكم فقط هكا طرق، نعطيكم حاجه كما نقولوا لي هو جبنين ولا غير جبنين يهبل. ونصيحه فقط، لاصوص بلونش تاعكم تاع الجلبانه حاولوا ما ديروش فيها لا لي زيبيس لا ديروا فيها كركم، يعني حبينا نحافظوا على اللون هذاك الابيض تاع لاصوص باش تجينا بيضه هكذاك، ما تجيناش يعني هكا في الاصفر ولا في الاورانج ولا. هذه هي حبيباتي. اللي حبيتيها تجيك اكيد صفرا ديري كركم وديري يعني لي زيبيس عفوا. كيما شفتوا لهنا دهنتهم كامل في البيض ومن بعد في الفارينه، ومن بعد نحكم الجناب فقط، نزيد نعاود ندهن الجناب هذوك باش نضمنوا انه الحبه تاعنا ماهيش راح تتفتح. كيما شفتوا لهنا البنات راني عاودت درتهم غير على الجناب، ومن بعد ديريكت نديهم للمقله نقليهم. بالنسبه للقليان لكان حبيتو تاني تحمروهم بيان حمروهم حتى يوليو لكم دوغي، ولكن حبيتهم يقعدوا لكم في الابيض تاني كيما حبيتي. انا حبيت يعني نخليهم في الابيض، مانيش حابه نقليهم حتى وين يحماروا، فهمتوني البنات؟ دركا من المقله ديريكت نهزهم، نزيد نعاود نحطهم في لاصوص بعد ما يتحمروا لي شويه هكا على الجناب، نقليهم يعني بيان حتى يتقلاو، ومن بعد نهزهم ديريكت نحطهم في لاصوص يزيدوا يعاودوا يكملوا الطياب تاعهم. ولكن هنا نصيحه فقط، كي تجيو طيبوهم ما تكثرولهمش الطياب بزاف باش ما يتفتحوش معاكم. كيما نعرفوا القرنونه هو دقيقه يطيب ما يطولش بزاف، حاولوا فقط باش تحافظوا على الشكل تاعو وعلى هذاك الكو تاعو. راكو تعرفوا
كيطيب بزاف يولي هكا في الفم. قبيله انا نحب فيه هذيك شويه الغزغزه نحبو شويه يغزغز، ما نحبوش طايب خلاص. كيما شفتوا هاني حطيته ديريكت في لاصوص تاعي، يزيد يعاود يكمل لي يطيب، ونروحوا نحضروا مع بعضنا الوصفه تاع لي كورني. واش نحتاجوا البنات لهنا؟ نحتاجوا الديول، ونحتاجوا لي كورني، نحتاجوا شويه تاع البيض وشويه تاع لا شابلور. نحكموا الديول نقسموهم على زوج ونزيدوا نعاودوا نلويوهم كيما كنتو تشوفوا، ومن بعد نحكموا هكذا ندوروا فقط، ونديروا شويه تاع بياض البيض، عفوا البيض كامل، هذاك البيض اللي قعد اللي بعد اللي كنت نخدم به القرنون حبيت نستغل نزيد نعاود نقفل به. والزايد نحكموا نقطعوه بالمقص البنات، الزايد نحاولوا نقطعوه بالمقص، وحاولوا كي تقطعوا تخليو شويه لي كورني تاعكم يبانوا، باش من بعد كي نطيبوهم يجونا ساهلين باش نحيوهم. هذه وصفة من وصفات الورشات حبيباتي، عطيتها لكم يعني بطريقة مبسطة جدا، وميم طون يعني الحشو ديري واش حبيتي. انا عندي الحشو يعني انا ديما الحوايج كيفضلوا لي نحب ندير اعاده تدوير، ما نحبش يعني نبدر. واللي راهم يقولوا لي التبدير والتبدير والتبدير، لا لا البنات هذه محال كاينه مرا في دارها يعني تبدر ولا تفسد، ولا من المحال ما تجينيش انا كان كاينه مرا في دارها تبدر ولا تفسد ولا تجهد روحها على جالت حاجه ما تتكلش. ديروا في بالكم باللي انا كي نشارك معكم اطباق، نشارك معكم اطباق اللي ياكلوها وليداتي وميم طون تستنفعوا بها نتوما، وفي نفس الوقت ندير الكميه اللي تتكلوا. انا راني ما نطيبش كل يوم، قلتها لكم يعني عده مرات، راني ساعات نطيب مره نطيب بار اكزومبل نهارين ما نطيبش، ساعات يفضل لي بار اكزومبل للخير ونشوف وليداتي هكذا ما كلاوش والله ما نطيب حتى كيما نقولوا تخلص لي هذيك الحاجه اللي كانت عندي. الزوج تاعي يعني ما ياكلش بزاف، كيما نقولوا ياكل غير الشوربه والبوراك فيها 100 بركه. المهم فاتنا الوقت حنا نشيخو. واش درت البنات؟ حكمت دهنتهم في شويه تاع الزيت وشويه تاع لا شابلور ورحت تقليتهم ديريكت. ما ديروش البيض ولا بياض البيض ديال البنات، حذاري ما تدهنوهمش بياض البيض راهم يتكسروا معاكم، يعني نصيحه من القلب. ديروا الزيت ومن بعد لا شابلور وحطوهم اقليوهم كيما تقدروا، تروحوا تفوتوهم ديريكت في الكوشه. واش درت لهنا البنات؟ عندي الحشو كيما قلت لكم، هذاك الحشو راني هذاك الرولي اللي درتو معكم بالكاشير المدخن قعد لي، حكمت فتفتو هو والبطاطا وحشيت به لي كورني. تحبوا ديروا طون، ديروا فرماج، اي حاجه. دهنت على الجناب بالفرماج طاغتيني، وجوزت البنات السينوج. الوردات هذوك لي فلور تحبوا ديروا الاخر سموني لاموس تاع البيطراف، اخي درتها معاكم خليها لكم في صندوق الوصف. والله تحبوا ديروا شونتي المالحه، طلعوا كاس شونتي مالحه مع كاس تاع الماء وديروا لها البنات الملون احمر موف كما كنتو تشوفوا. وهو من الاحسن ديروا لاموس تاع البيطراف، انا درت موس البيطراف. دوك نزيد نخليها لكم في اول تعليق، اللي ما شافوش الوصفه نخليها لكم في اول تعليق. وهنا البنات هاني نقدم في الوصفه تاعي كما شفتوا القرنونط فيدالي من الداخل، بيسك الاخر سموا لي الكفته تاعنا معمره شحمه. كيما شفتوا لاصوص جات بنينه تهبل، جات عاقده، جات ثقيله تسخف. ودرت شويه عصير تاع الكيوي جابنين ما شاء الله. البنات اللي راهم يسقسيو بقوه على دوره العصائر، كاينه دوره عن بعد يعني من دارك تقرايها، فيديوهات مسجلين في التليجرام. اللي حبت تسجل تتواصل معايا في الرقم تاعي هذا، تتواصل معايا في التليجرام. واش ديري؟ تحكمي الرقم تاعي تريجستري وتحوسي عليا في التليجرام وتبعتي لي رساله. نتما حبيبتي لكن حبيتي تسجلي مرحبا بك، بمبلغ 300 الف يعني فيها 15 وصفه. الوصفه تقول خذها بعدي لهي تتعلمي العصائر كامل ما شاء الله. دوره راح تكون قوه. مرحبا بكم حبيباتي. وهذه هي لاطابل تاعي اللي كنت خيرت معكم الاطباق تاع نهار اليوم. عليا غير نقول لكم نحبكم ونموت عليكم ودمتم اوفياء.